اتقبض على بيج ياسمين اخيرا بعد فتره كبيره جدا من التحذيرات. ايه التهم الموجهه ليها؟ ليه اتقبض عليها اصلا؟ ايه مصيرها بعد القبض عليها؟ وايه القرار اللي اتخذ من النيابه النهارده؟ هقول لكم كل التفاصيل، يلا بينا. الحبايب، مساء الخير. اللي ما يعرفش بيج ياسمين، بيج ياسمين دي بنت عندها مئات الالاف على السوشيال ميديا ان لم يكن ملايين، يعني عندها مليون وشويه على التيك توك بس لوحده غير الفيسبوك. النهارده الفجر تم القاء القبض عليها من منطقه الكوم الاخضر اللي هو مقر سكنها بالهرم، ويعني احتجزت طبعا في اسم الشرطه واتعرضت على النيابه النهارده، والنيابه وجهت ليها اتهامات. ليه اتقبض عليها؟ لان في بلاغات وردت من بعض المحامين للشرطه والجهات المختصه، اتهموها بافساد الذوق العام ونشر فيديوهات خادشه للحياء ونشر فيديوهات مخالفه للفطره وخدش الذوق العام زي ما احنا قلنا، او حاجات كده بالشكل ديت يعني. المهم، لما اتعرضت النهارده على النيابه اتواجهت ببعض الفيديوهات اللي فعلا هي يعني غير لائقه ان هي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبقصد طبعا هو توجه لها اتهام بقصد ان تنشر الفيديوهات ديت لاثاره الجدل والبلبله وجمع المشاهدات والفيديوهات. النماذج بقى هوريكم نموذج صغير جدا من اخر الفيديوهات اللي هي نشرتها، يلا بينا، يعني 10 15 ثانيه كده ونرجع تاني اقول لكم ايه اللي حصل معانا النهارده. الله. انا رفيعه يا عجله، وانا بطنك مفتوحه، تنفتح تموت. بطنك مفتوحه. ايوه انا نفسي اشال قوي، عمري ما حد شالني وكان ينفع مع عيب، بيقولوا عيب جيبي عصايه مقش اشيلك ازاي؟ انت حلوه، ما حدش هيقول حاجه، شيلي يا بنت. يا عجله يا عجله يا عجله يا عجله. اشمعنى هي؟ طيب زي ما انتم شفتوا هي بتطلع بتتشبه بالرجال، يعني تحس انها مش راجل، مع انها على فكره هي ظاهريا انت تشوفها تقول لا راجل، ولكن داخليا هي ست، يعني ست بنت يعني. المهم لما توجه ليها اتهامات النهارده، هي البنت ما عرفتش ترد، وبناء عليه النيابه طلعت قرار بحبسها 4 ايام على ذمه التحقيقات، والمفروض بعد كده هتتعرض على النيابه تاني لاستكمال التحقيقات ويشوف مصيرها ايه. البنت دي انا عايزه بس افكركم واقول لكم ان من حوالي كام شهر لما تم القاء القبض على بعض اللي هم البنات والشباب اللي هم كانوا على التيك توك وما اعرفش ايه وعاملين مشاكل، مش عارف بقى قمرون ومش عارف الاردنيه ومش عارف الواد اسمه ايه دوت كروان والحاجات دي. البنت دي يعني لمت نفسها شويه كده واتحجبت وبدات ان هي تمشي في السالك وتهدى، ما تعملش الايه الحاجات الهبل اللي هي بتعملها دي. لكن لما حست ان الهوجه خلاص استقرت والدنيا تمام، رجعت تاني زي ما انتم شايفين بقى، طالعه بتاع نص كم وعضلات وبتاع ومش عارف ايه، وتشيل بنات وانت ما تعرفش. يعني في ناس كتير جدا ما يعرفوش ان هي بنت بالمناسبه، يعني ان هي يعني شكل راجل بيشيل ست وبيمشي بيه حاجات كده يعني. انا لما دخلت عندها على التيك توك اقسم بالله انا اتخضيت من نسب المشاهده، مئات الالاف، ملايين، مش مئات الالاف، والله ملايين المشاهدات. انا مش بتكلم طبعا لو حد بيقدم محتوى محترم ويعمل 30 300 مليون مشاهده، ده بالعكس والله العظيم يفرحني، ولكن هو يعني مفيش محتوى اساسا. وزي ما انا قلت يعني كان قدامها فرصه كبيره جدا انت تعدلي من نفسك. انا ما عنديش مشكله خالص ان انت يعني مهتمه بالجيم والالعاب الرياضيه والكلام ده كله وتطلعي بشكل محترم ومنمق وتعملي ده، كنت المفروض توظفي ده في العاب قوه، تلعبي لعبه قوه، وعلى فكره تدخلي وتنضمي لنادي او اتحاد او الكلام ده كله وتلعبي وتفوز يعني تعملي كارير. لكن هي زي ما انتم شايفين كده هي طايحه في شويه في الصالات اللي هي الرياضيه بتاعت الجيمز والحاجات دي كلها، ومفيش اي حاجه خالص وتشبه. انا قلت قبل كده وطلعت قلت يا جماعه لو حد من ذويها ياخدها ويكشف عليها نفسيا، والله العظيم ممكن يكون عندها خلل نفسي. انا والله العظيم انا لا بتريق ولا حاجه، انا بنصح فعلا. يعني البنت هي بنت، المفروض ان هي بنت مكتمله الانوثه، واي بنت المفروض بتعتز بانوثتها زي ما اي راجل بيعتز برجولته. لو في بقى واحد مثلا هو راجل بس مش معتز برجولته فيبقى في خلل، يا اما خلل جيني يا اما خلل نفسي. الخلل الجيني دوت يعني ربنا يبعدنا عنه، يعني انت اللي هو بقى مثلا ايه، هو اصلا اتولد وبقى ذكر لكن هو في الاساس انثى، او انثى وهو في الاساس ذكر، خلل جيني وده ما بيكونش ذنبه. او خلل نفسي، الخلل النفسي بيتعالج، اللي هو انت ايه فالمفروض كانت دي يعني من الاول خالص تعالج. انت بتعملي كده ليه؟ انا نفسي اعرف اهلها سابوها كده من الاول، لان البنت بقى لها سنين، وانا يعني هي بتقول انا بنت
وبنت عاديه، بس انت مش عايشه حياه بنت ليه؟ طب انت بتقدمي محتوى عامل ازاي؟ ارجوكم يا جماعه حافظوا على بناتكم، حافظوا على اولادكم، تابعوهم من الاول، على اساس ان الاطفال دي ما تطلعش بعد كده تبقى مشوهه نفسيا، مشوهه داخليا وخارجيا زي انتم شايفين. شكرا جزيلا.